صدمتها الطبيبة: عمرك ما تولدي. هذه قصة سيدة قررت بأنها تأجل الحمل ديالها على أساس بأنها باقا صغيرة والحياة باقا قدامها. دازت السنة الأولى، الثانية، الثالثة، توصلت 5 سنين. هنا قررت بأنها تولد. ما جابش الله، مشات عند الطبيبة باش تعرف شنو المشكل. دارت ليها الفحوصات وهي تقول ليها: واش عمرك استعملتي شي حاجة؟ وهي تقول ليها الحقيقة، وهي تقول ليها داك الشيء اللي درتي قبل راه سبب لك في الحمل غادي يكون عندك صعيب ويمكن مستحيل. تخلعات والدنيا كحالت حدا عينيها. مشات بكية عند راجلها وخبراته. حاولوا بأنهم يمشوا عند أطباء آخرين، ولكن كان نفس الجواب ونفس الهضرة اللي قالت الدكتورة الأولى. دازت شهور وقرر الزوج بأنه يتزوج باش يولد ويولد شي وليد اللي غادي يحمل الاسم ديالو. ما لقات مسكينة ما تقول، وقبلت بالأمر الواقع ووافقت. تزوج في شهور قليلة حملت الزوجة الثانية وفرحوا بزاف، وكانت كتقطع من داخل والغيرة كتاكلها. ولكن عمرها ما ظلمات الزوجة الثانية، بالعكس كانت كتعاونها وتوقف معها في الحمل ديالها، وقفت معها في الولادة ديالها رغم بأنها راه مجروحة من داخل ومريضة نفسيا من داخل. دازات عام الأولاني الثاني، حد نهار ويقول لراجلها: أنا قررت بأني نطلق الزوجة الثانية حيتاش عمري ما حسيت معها بشي راحة. صدمات وهي تقول له: ما يمكنش بأنك تحرم الأم من وليداتها، عمرك ما تظلم شي حد. احترم الزوج القرار ديال الزوجة الأولانية وبقوا مع بعضياتهم. واحد النهار وهي تحلم بأن كاين واحد الحمامة كطير فوق الراس ديالها وكترفرف في السماء. الحلم تكرر معها ليلة، 2، 3، وهي تقول: خصني نمشي عند الشيخ باش يقول لي تفسير هذا الحلم. مشات عنده وقالتالو، ويقول ليها: كاين شي واحد كيدعي معاك في الخفاء في ظهر الغيب. رجعت للدار ديالها، دازت شهور. واحد النهار بقات كتحس بان كاين واحد التغيير في الجسم ديالها، بقات كتحس بالردان وشي اشياء اخرى. مشات عند الطبيبه وكانت نفس الطبيبه اللي خبرتها بان الحمل ديالك راه مستحيل. دارت معها الفحوصات وهي تقول ليها: مبروك راكي حامله. ما صدقاتش، ولكن كانت هذه هي الحقيقه. رجعت للدار ديالها وهي فرحانه وكطير. اللي دخلت وهي تقول للزوج ديالها: انا فرحانه راني حامله. وقالت الزوجه الثانيه بقات كتبكي وهي تقول لها: علاش كتبكي؟ انا اللي خصني نبكي بالفرحه وانت علاش غتبكي؟ وهي تقول لها: الحمد لله ربي استجيب الدعاء ديالي، وكنت كل ليله كندعي معاك حيتاش سمعت الحوار اللي دار بينك وبين الزوج ديالنا نهار اللي قرر بانه يطلقني ويحرمني من وليداتي، وانتي ما ظلمتينيش ودافعتي عليا، وكل ليله كنت كندعي معاك. بكاو بجوجهم، وهنايا تذكرات ديك الحلم اللي كانت كتحلم ما كانش عادي، كان دعاء صادق من قلب واحد السيده اللي كانت كتمنى ليها الخير. شحال من مره كنظنوا بان شي واحد ضد ديالنا، ولكن في الحقيقه يمكن يكون كيدعي لك في الغيب وانت ما عرفاش. عمرك ما تظلم شي حد، واخا تكون مجروحه دير الخير وخلي النيه ديالك نقيه وصافيه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله العظيم. إذا وصلتوا لهنا ديروا اللايك واشتراك وشاركوا القصص مع الأحباب ديالكم ومع الناس اللي كتعرفوا باش توصل لكم قصص أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.